السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل بسكوت تحفة اقتصادي وعلى قد الإيد اللي طالع ترندي مع الناس كلها. الناس كلها بتعمل البسكوت اللي بالزيت، حاجة كده تجنن، مش مكلف، وكمان هنعمله بطعم حلو جدا، طعمه مختلف وحاجات على قد ايدينا، مش هنجيب حاجات مكلفة. بصي البسكوت عاملة ازاي، بصي القرمشة اهي، بصي تحفه تحفه تحفه، يعني احلى كمان من بسكوت الزبده وكمان بسكوت السمن. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونقول اتعمل ازاي البسكوت ده بكل سهوله وبكل اقتصاديه، يعني مفيش حاجه خالص مكلفه خالص فيه، يا دوبك حاجات بسيطه هتعملي احلى بسكوت تفطري بيه الصبح، او كمان تاخديه كده كحاجه كده مقرمشه. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونسمي بسم الله ونقول اتعمل ازاي البسكوت بكل تفاصيله. عندنا المقادير بتاعت البسكوت سهله وما فيهاش اي صعوبه خالص. عندنا بيضتين، 2 عدد بيضه، وعندنا 4 كوبايات من الدقيق، ممكن اخدهم كلهم وممكن برضو يفضل شويه. باكو بيكنج باودر هاخد منه معلقه ممسوحه، كوبايه زيت، كوبايه سكر، كيس من اللي هو البودر عشان الطعم، عندي لبن بودر كيس صغير، وفانيليا، ونص كوبايه ميه عشان ادوب فيها العصير البودر. تمام. عندي الخلاط، كله في الخلاط. بعد كده هحط اول حاجه السكر، كوبايه سكر، كوبايه زيت، نفس المعيار بتاع السكر زيت، كوبايه وكوبايه. وعندي هنا البيضتين، 2 عدد بيضه، عندي نص كوبايه الميه. هفتح الكيس، نص كوبايه بس. عايزه تستبدلي الطعم بتاع البرتقال بحليب مفيش اي مشكله، بس احنا حابين نعمله بالبرتقال. هدوبه وهحطه على الخليط اللي في الخلاط، نص كوبايه عصير. عندك برتقال فريش حطي، وهحط فانيليا، وكيس اللبن بودر برضو عليهم، وهضربهم كويس جدا في الخلاط لمده 3 دقايق. يعني كل ما تضربوا فيهم اكتر كل ما يبقى الفوليوم بتاعهم عالي. واحنا عايزين حاجه الهشه بتاعت البسكوت، فهنضربهم كويس قوي في الخلاط ونرجع نحطهم على الدقيق. عندنا الخليط بتاعنا بعد ما ضربناه، بصوا ده القوام بتاعه. هنفضي كده في الطبق بتاعنا، نزلي كل المقدار على قد ما تقدري من الخلاط عشان طبعا ده المقدار ما يعملش معاكي ينشف معاكي بسكوت ولا يشقق. على قد ما تقدري نزلي كل اللي في الخلاط. تمام. عندنا بقى الدقيق، شلت منه كوبايه لان ممكن العجينه تبقى تقيله، اهي كوبايه اللي انا شلتها، نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق نفسه، يبقى دول 3 كوبايات. الاول هحط عليهم معلقه بودر، معلقه بودر مش كبيره قوي ممسوحه اهو، عشان برضو مش عايزاه يفرش زياده عن اللزوم. عندي هنا نشا، هاخد برضو معلقتين من النشا،
تمام. وهقلبهم كويس قوي قبل ما انزلهم على الخليط بتاعي. هنزل كمان بالتدريج مش على طول لحد ما تستكفى معايا العجينه، لان انا مش عايزه العجينه ناشفه علشان تنزل من الكيس بتاع الحلواني. لو انتي هتعمليها بالمكنه اللي هي بتاعت زمان يبقى انتي تعمليها تحطي المقدار كله. تمام اهو. هننزل بالدقيق بتاعنا شويه شويه ونقلب. انا بقى مش هعجن، هقلب بس، هقلب فيها لحد ما العجينه توصل معايا للقوام اللي انا عايزاه او المطلوب. اي نوع بسكوت ما بيتعجنش، لان لو اتعجن معاكي بينشف جامد الدقيق، العرق بتاعه بيتنشط وبينشف جامد معاكي. اي نوع بسكوت، اي نوع بوتي فور، اي حاجه ما تعجنيش فيها خالص. بسكوت سهل وسريع جدا، ومع كوبايه شاي بلبن بقى الصبح او بالليل حاجه كده جميله. مش عايزه افصل معاكي الحته دي عشان برضو كميه الدقيق المناسبه تحطيها. كده هتعوز بقيه الدقيق اللي في الطبق. خلاص، يبقى احنا حطينا 3 كوبايات الاول من الدقيق عشان احنا حطينا فيهم البودر وحطينا فيهم النشا. بس العجينه ابتدت تلم كده، هتعوز معلقه كمان او معلقتين من الدقيق اهو كده. عندي الكوبايه هاخد معلقتين كبار، يعني 3 كوبايات وربع دقيق اهو كده. تمام جدا. هلفها بقى كويس، مش هعجن، هلف بالمعلقه برضو، مش هعجن بايدي. هحط لها معلقتين كبيره. احنا حاطين المقدار بتاع الدقيق مفتوح معاكي، وانتي اللي بتحسي بالعجينه قدامك، علشان في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا ما بيشربش خالص سوائل. انا عايزاها عجينه كده مش مقفوله، نفس القوام ده، مش عايزه اتقل من كده. بصوا، علشان البسكوته ما تبقاش ناشفه معاكي وتقطم معاكي، تبقى ناعمه وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. هنا بقى ابتديت ان انا اقطع البسكوت بتاعي. بصي كده، هتضغطي ضغطه واحده وتمشي بايدك لحد المستوى اللي انت عايزاه. ريحته حلوه جدا بالبرتقال، ولو قلتلك عندك برتقال فريش ممكن تبدلي اللي احنا عملناه ده بالبرتقال فريش، نص كوبايه برتقال فريش كده من غير حاجه خالص، من غير سكر. نكمل بقى التقطيع عشان كله
يبقى مستوى واحد، سهل وسريع وفي منتهى الجمال وريحته تحفه. من قبل ما يخش الفرن هندخله الفرن على درجه حراره 180 او 200، لان هو ما بياخدش حاجه خالص في السوا لحد ما يستوي ويحمر. ابتدى يحمر معاكي ويستوي، يحمر كده من تحت، يبقى خلاص تطلعيه. اهم حاجه وانتي بتقطعي بصي الضغطه بتاعت الكيس تبقى ماشيه استندر واحد، بحيث ان انتي المشط نفسه البسكوته تبقى كلها مستوى واحد. اهو ايديك. بصوا بقى البسكوت بتاعنا بعد ما طلع من الفرن حاجه تحفه وطعمه يجنن، طعمه حلو جدا، بسكوته تجنن. بصوا البسكوته، بس خلي بالك من الفرن عشان الفرن عليت معايا شويه في صواني اهو. بصوا ومن تحت اول ما يصفر معاكي من الجناب ومن تحت خلاص على كده طلعيه، وهو لما يشم الهواء بره الرطوبه الجو بره الفرن هينشفه من فوق. فبصي البسكوته شكلها حلو جدا، ما راحتش الشكل بتاعها ولا النقش بتاعتها. تاني حاجه ما تحطيش بودر كتير علشان برضو ما تنفش معاكي او تشقق. بصي البسكوته بسكوته حلوه قوي اهو، ومش مكلفه خالص، يا دوبك كوبايه زيت وكوبايه سكر عملنا بسكوت تحفه احلى من بتاع العيد كمان، اقتصادي وعلى قد الايد ومش مكلف. يا رب يكون نال اعجابكم البسكوت بتاعي النهارده، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير الفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.